السلام عليكم حبايبي، جيلكم بفيديو جديد. اليوم راح اسوي لكم الشلغم. ماكو واحد ما يعرفه، بس راح اسويه طريقه بدون دبس. راح اسوي لكم هسه قدامك. اول ما قصصته هاي من هالجهه ومن هالجهه. هسه راح اكمله واشوفكم اياه. حبايب قلبي، هسه هذا كيلو ونص. هسه هذا كوب من السكر او من الشكر بكيفكم بعد. راح اخليه يتكرمل، يعني لونه شلون الدبس، لون الدبس. حبايبي هسه ما احرك الشكر او السكر، ما احركين لحد ما يعطي لون. هسه الشكر قاعد ينوع وينطي لون. هسه خليه على راحته كلش. لما اللون مالته يصير على لون الدبس، يتكرمل، يصير لونه على لون الجوزي شعرات. هسه هذا اللون مالته صار، اريد بعد اطبخ. هسه هذا اللون انطى. هسه عندي هذا هم زاد من سويت الشلغم وزاد المي مالته ضميته. يا ما عليه شي بالثلاجة، ولازم المي يغطي الشلغم. هسه اول ما يغلي اخلي الشلغم. حبايب قلبي، هاي الحجم الشلغماية الكبيرة قسمتها الى قسمين. هاي الصغار لا عفتها وكبرها. هسه راح اخليه لان المي يضل يغلي، وهسه راح اخليه بطنه. بناتي خلص، بعد هو استواء ربع ساعة نص ساعة بعد ورا الشلغم. حبايب قلبي استوى الشلغم، وهذا الاستواء مالته. واذا تردونه بعد يقرض، يعني يقل المي مالته عادي، هم يصير اثخن وهم يعطي لون ازيد. هذا هو اخر شيء، هاي استواء مالته. واذا يعجبكم ترشون عليه دبس بعد براحتكم. لا تنسونا باللايك وتفعيل الجرس.